السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلام. قررت اعمل طاجن كوسة النهاردة. طبعا حبيت اعمل كوسة. انا بحب الكوسة جدا، ولادي ما بيحبوش ياكلوها، وكتير قوي مننا ما بيحبش ياكل الكوسة. فعلشان ياكلوها حبيت بقى ايه ان انا اعملها طاجن. الطاجن بيديها طعم وحلاوة كده، يعني الطاجن ده بالذات بيخلي الاكل في حتة تانية خالص. اي اكل بتعمليه في الطاجن الفخار بيودي الاكل في حتة تانية. فعشان ياكلوها قلت اعملها طاجن. طبعا جبت كده معايا نص كيلو لحمة. اللحمة بقى اللي انت بتحبيها، ملبسة، حمراء، اي نوع لحمة. جبت حلة كده فيها مكعبين من الزبدة، اديتها تشويحة وحمرتها على الجنبين يمين وشمال. ونزلت طبعا بورق اللورة وبصلاية. وبعد ما احمرت كده شوحتهم مع بعض بالورق اللورة بالحبهان. وبعد ما شوحتهم حطيت المية بقى، الشوربة اللي انت بقى محتاجاها هتزوديها وتسيبيها تغلي كده اللحمة وتستوي كده في قلب الشوربة. وبعد كده انا طبعا نزلت ببصلاية مقطعة، ونزلت بالفلفل الاسمر. الملح ما بحطوش دلوقتي خالص، لما اللحمة تخش كده في سوا ببدأ احط الملح. واغطي الحله كده بقى واسيب اللحمه تستوي وتتشرب بقى من الملح اللي انا حطيته وتاخد طعم. وبعد كده جبت حله كده على النار، سخنتها، حطيت فيها شويه من الزيت، شويه بسيط جدا، علشان انزل بالدهنه في الزيت تبدا تسيح فيه. طبعا يا جماعة الدهنة ديت بتدي حلاوة للأكل بتاع الطواجن. مش عايزة أقول لكم طعمه بيبقى عامل إزاي. حتة الدهنة اللي احنا بنحطها دي وبنشوح بيها البصلة بتدي طعم رهيب في الطواجن. يعني جربوها كده وقولوا لي رأيكم في التعليقات. بعد ما شوحت كده الدهنة وبدأت تسيح معايا، انا مسبتهاش طبعا تسيح للنهاية. بس نزلت كده بقى بالبصلة وشوحت البصلة تشويحة، بخليها تدبل بس ما بخليهاش تاخد لون. ونزلت طبعا عليها بالصلصة بتاعتي اللي انا مفرزاها في الفريزر. انا تملي بجيب الصلصة وافرزها، بتبقى تحت ايدي على طول. اي اكل بعمله بطلع على طول، تبقى حاجة سهلة بالنسبة لي. انتوا برضو اعملوا كده نفس النظام. حاجتكم تبقى جاهزة عندكم في الفريزر، تطلعوا تطبخوا الاكل، مش هتحسوا باي تعب ولا اي حاجة خالص وانتوا واقفين في المطبخ. وطبعا هحط الفلفل وشوية كزبرة وشوية كمون صغيرة، وهحيقها برضو بالملح واقلبها واسيبها تتسبك، تاخد التسبيكة بتاعتها الحلوة. هبدأ اجيب الطاجن بتاعي بقى كده ايه الفخار، اسخنه. لازم اسخنه الاول عشان ما ياخدش وقت معايا في الفرن. الفخار دوت بياخد وقت كبير جدا على ما يسخن معايا. بدأت طبعا حطيت اللحمة فيه، رصيتها. جبت حلة كده على النار فيها مكعبين من الزبدة. جبت البامية بتاعتي انا مفرزاها، شايفين لونها اخضر وحلو ازاي. انا بفرزها كده بالطريقة دي، بتقعد معايا طول السنة وهي بالشكل ده. حطيت البامية كده في المكعبين بتوع الزبدة. الخطوة دي يا جماعة بتدي طعم حلو قوي للخضار بتاعي. شوحت كده البامية في الزبدة تشرب منها وتاخد كده طعم من الزبدة. بدأت نزلت عليها بالصلصة اللي هي اتسبكت. واحط كمان شوية ملح، واحط الشوربة بتاعتي وشوية فلفل، واسيبها طبعا تستوي. بس مش عايزاها تستوي قوي، عشان عايزاها تكمل السوا بتاعها مع اللحمة في قلب الطاجن. يعني البامية برضو هنزلها ايه 3/4 سوا، هي هتكمل في الطاجن. واقلب كل التوابل اللي انا حطيتها ديت، ومعاهم معلقة من السكر. السكر ده بيعادل الطعم وبيدي طعم حلو قوي للاكل، وما بيخليش صدر الواحد يعني يحرقه من الصلصة. هغطيها واسيبها تستوي، طبعا تاخد لها غلوتين كده، وهنزلها واحطها في الطاجن مع اللحمة. طبعا كده بشوفها استوت ولا لأ. هي كده خلاص، هي داخلة على سوا. شايفين خضرة وجميلة ازاي، لونها ما اتغيرش ولا اي حاجة. للناس اللي بتشتكي ان الخضار بيسود في الفريزر والبامية والحاجات دي،
ادي اهي قدامكم فرزاها وجميله جدا واكنك جايباها دلوقتي فريش. حطيت كده اللحمه في الطاجن زي ما انتم شايفين، ونزلت عليه بالباميه بعد ما خدت كده 3/4 سوا في الصلصه، ودخلتها الفرن وطلعت بالشكل ده. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك والشير للقناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.